خلينا اصحاب. شايفاك انسان طيب حساس، راجل ورقيق، تنفع كصديق، لكن كحبيب عمري ما فكرت. تستاهل احسن مني كتير. والله يا واد لا هجيبها لك، والله يا واد لا هجيبها لك. عاوزين نفرح بقى بعيالك. بحبك جدا صدقني، وجوايا حاجات، بس احنا اخوات. سكتت وسكت، مشيت ووقفت، كأن الدنيا بتتحول اسود بهتان، لون انا مش عارفه لحد الان. كأني في خيط مزيكا حزين طالع من مطرح وقفتها. انا حبيتها اما ان الامر بحاله سراب. قلت لها بصي انا رافض نبقى اصحاب، يا ما تكوني معايا ما تكوني ليش. سكتت لحظه علشان كانت هي ملاحظه ان انا مكسور وبهددها. مدت ايدها، مسكت ايدي، قالت لي خلاص فك يا سيدي، عزماك على قهوه ما تكسفنيش. كانت فاهمه ان الموقف صعب، والصعب حبيبتك تتعاطف علشان تواسيك. فاخدت قرار ان انساها. من يومها وانا بدونها معاها براقبها بعين عيل محروم، وبقول ما اطلبش واكلمها، وبفكر هي بتعرف مين بتكلم مين. بموت لو كانت بصاله. اصبحنا لا ننفع متصاحبين ولا عدنا اصحاب، وبقينا برغم اللي ما بينا 2 اغراب. تسعين في المية من الأشخاص المكتئبين بيحسوا حنين لقلوب بتحن الناس غيرهم. 90% من الأشخاص المكتئبين بيحسوا حنين لقلوب بتحن الناس غيرهم. الواحد ضيع وقت كبير مع ناس مش شاغل تفكيرهم. هذا التفكير الغير صحي هو المتسبب في القهوة، في عمر خيرت وتريو جبران، وفي قلب نظام النوم للعكس، وصداع القولون العصبي، تضييع 16 ساعة في شات، ودخولك في مشاكل وحاجات، وخروجك منك آخر الليل. طيب هتروح لطبيب هيبص عليك وهيكتب لك أدوية للنوم ومهدئ ويسيبك تمشي، وهتفضل برضه ما بتنامش، وهيفضل جسمك بيعندك. كل الموضوع انك عندك متلازمة حب اللي ما حبكش. انت ما عندكش سبب عضوي يمنع عينك تقفل لساعات. السبب الاصلي في عدم النوم انها شايفاكوا 2 اخوات. بالنسبة لها هي بتعشق في اللي قتلها واللي ما قدرش ودخلها في مساحة كبيرة من الإهمال. تحب جنونه وعصبيته، تحب انه ما بيكلمهاش مع انه مكلم ناس تانيين، تحب عدم غيرته عليها، بتحب قساوته وهي تلين. بالنسبة لها عمرك ما هتبقى اللي في بالها. افهم يا حزين واعرف دستور البني ادمين، عمرك بيضيع والوضع وضيع والعالم اجمل من غيرها. عمرك ما هتيجي في تفكيرها مع انك شاغل ناس تانيين وحاططهم في الدايره. اياها خلينا اصحاب. داين تدان ومفيش مجروح. داين تدان ومفيش مجروح، ما بقاش جارح. كله بيبحث عن ألمه الخاص، كأن الحب بدون راحة، كأن الشوق لازمه جراحة علشان ما يروحش الناس ببلاش. اعتبره ما جاش. نصيحة يا ريت لو كنتوا صحاب خليكوا صحاب، علشان لو قلت على مشاعرك هتكون بتضحي بصداقتها. وإذا فعلا حبيتها
استنى عينيها تقول قبلك، واستنى الشوق فيها يقابلك، وساعتها يجوز تمحو المسافات. فيما عدا ذلك فانت هتسمع انا حباك بس احنا اخوات.